وبسمع تعليقك ايضا سامي على مباراة الغد. تستكمل يوم السبت مباريات الجولة الثانية من دوري عبد اللطيف جميل السعودي الذي تستمر فيه الإثارة والتشويق والمنافسة العالية مع كل جولة، ما بين استمرار في تقديم الصورة الحسنة ومحو أخرى سيئة. تعدنا المباريات القادمة بالكثير في قمة مبكرة تحمل الندية والتنافس الشريف، الأهلي والنصر وجها لوجه في أرض مكة المكرمة ومن على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بالشرائع. تنطلق الملحمة، صاحب الضيافة فريق الأهلي قادم لهذه المنازلة بعد أن استطاع طمأنة جماهيره على مستواه الفني حين تغلب على الفيصلي بثلاثية مريحة، يبحث عن الاستمرارية وحصد النقاط خاصة من أمام فريق كبير كالنصر الذي هو الآخر تهمه هذه المباراة من جانب النقاط الثمينة وإزالة غمامة الآراء المتباينة من الجماهير حول مستوى مباراة الجولة الأولى التي كسبها من أمام فريق نجران بهدفين لا شيء. فلمن ستكون الغلبة في هذه القمة ارجع لك مرة ثانية للتعليق حول مباراة الغد، مباراة كبيرة. الأهلي سيستضيف بإذن الله النصر في ملعب الشرائع. في نصف دقيقة كيف تعلق على الموضوع؟ صحيح، أنا أعتقد أن المباراة يمكن في الملعب بالنسبة للفريقين من الناحية الفنية في تقارب كثير. النصر لم يعد النصر اللي احنا اللي كنا نتحدث عنه زمان، مش في الملعب على الأقل من ناحية كمية الأموال اللي ضخت وكم النجوم اللي استطاع أنه رئيس نادي النصر أنه يحصل عليهم. أنا أعتقد أنه النصر تدريبيا عنده استقرار أكثر من النادي الأهلي. النادي الأهلي أنا أعتقد مشكلته الوحيدة فقط في أنه يتجاوز النصر غدا هو مدى هضم لعيبة النادي الأهلي لأساليب اللعبة الجديدة اللي جاي فيها المدرب بيريرا فقط. سأرجع بجزئية النصر والأهلي. أنا في تصوري لن يكون الأهلي يعني صيدا سهل للنصر. الأهلي رغم أنه بعض الأشياء اللي يعني عنده يعني ضعف، ولكن سيكون غدا الأهلي يعني مزعج للنصر بشكل كبير، لأنه الأهلي يظل من الفرق الكبيرة اللي أمام الفرق الكبيرة يختلف أداء بشكل جذري إلى 180